في الفترة الأخيرة بقى بيحصل حاجات عجيبة وغريبة ومريبة في قلب البحر. يعني بقينا نشوف أسماك القرش بتطلع على الشاطئ عادي جدا وعاوزة تصطاد أي حاجة هتيجي في سكتها، وكأنهم خلاص ما بقوش يكتفوا بمهاجمة الصيادين والغواصين ولا المراكب. ده حتى السمك الصغير منهم بقى بيطلع بره يهاجم الأطفال. والتماسيح هي كمان بقت بتتشاف بأعداد كبيرة وفي أي مكان فيه مية، سواء كانت عذبة أو مالح. وسمك ابو سيف هو كمان بقى بيطلع من قلب المحيط ويحدف نفسه ويرشق في جسم الصيادين. ده حتى كلب البحر بقى بيهاجم المصيفين على الشواطئ في كاليفورنيا ومش طايق حد ولا طايق نفسه. وكمان بقوا بيهاجموا كلاب البر وعاوزين ياكلوهم. والدلافين بقت بتطير في الجو وتحدف نفسها بتقلها على السياح علشان تجيب لهم ارتجاج في المخ. وحيتان الأوركا كمان بقت بتطلع على الشاطئ وعاوزة تاكل البشر كأنهم بطريق ولا حيوان الفقم حتى. الحوت الأحدب بقى اللي هو حيوان بحري ومسالم وفي حاله تماما، يمكن أطيب مني أنا شخصيا، راح واقف كده في المحيط وبص وقال إيه ده، هي جت عليا أنا يعني؟ اوعوا تفتكروني هفا، لا ده أنا جاحد. عشان كده قرر امبارح إنه ينط هو كمان في الجو ويقلب قارب أو يخت ويوقع الصيادين اللي فيه في قلب المحيط. والمعلم ده بقى اول ما شاف كده راح مدور الموتور وجري على 120 عقدة في الساعة وفلق من المكان لا يتبقلش هو كمان. بس نشكر ربنا ان الاتنين الصيادين اللي وقعوا من القارب كانوا لابسين لايف جاكيت وقدروا انهم يعوموا، وطيارة هليكوبتر جت وانقذتهم في الاخر. ونشكر ربنا كمان ان النوع ده من الحيتان ما بياكلش البشر، هو مش نباتي طبعا لكنه بيكتفي بالاسماك الصغيرة اللي سبحان الله العظيم ما يقدرش يبلع حاجة اكبر منها. والتفسير العلمي والمنطقي من وجهة نظري للي حصل ده هو ان الحوت كان بيطارد سرب من الاسماك الصغيرة والقارب كان في طريقه، وانه ما كانش يقصد انه يضربهم ابدا. لان الحوت الاحدب بيصطاد عن طريق فتح بقه على الاخر وبيعملوا زي مصيدة للاسماك وبعد كده بيقفلوا باحكام. ولما جه بقى عشان يقفله كان قريب من المركب واصطدم بيها، ولو ركزنا ودققنا هنلاقي ان الاسماك الصغيرة بتنط علشان تهرب من الحوت. وان شاء الله ما تكونش الكائنات البحريه اتجننت ولا حاجه وتكون دي حوادث فرديه، لانهم كده ممكن يكونوا مش طايقين وجودنا معاهم على الكوكب. ولو كده فهم بصراحه حقهم، لان احنا خطر على كل مخلوقات الكون، ده احنا خطر على البشر اللي زينا زيهم.